واسلام مهارة ابداع فكرة ضربات والحارس النهار يخرج الحارس بمرمى مالك عمرو ممتاز مالك الصلاة يخرج الحارس رغم يعني المجهود البدني ولكن هي موهبه الهيه اوصل للمباراه العاديه ممتاز في رايه الكفار ولكن لا تتقدم او يسرع ولكن كان عاد دفاعات رفض الكره من كثيرها ولكن يرجع ثاني 8 عادل يا ولد لعيب احمد عادل يوصل 50 كره عشان تبقى عرضيه هي خطيره وكثيره الله ما ترجع كلمه في الدوري ولكن للأمام طويلة وعالية كانت كرة خطيرة جدا جحافة فارسية عرضية ولكن للطرفان خطيرة جدا ولكن يوحد الجنيه ويستمر العرضات مطلوع من العرضات يوسف عبد الله يوسف دقيقة والتعادل السلبي مثال مهتم من هذه العبور لكن رسميا بعد تعادل استون فيلا الزمالك للأمام محاولة وضع أمامية قوية تصويب داخل المنطقة في مجموعة من حراس المرمى الشباب في مالك أنا كان في بطولة ودية 2009 4 فرق من مصر و4 فرق من أوروبا. مالك انا اخترت مالك احسن حارس مرمى رغم ان البطوله راحت لبيراميدز. مالك عمرو اللي هو حارس مرمى الزمالك 2009 ده مستقبل مصر في الحراسه. مالك عمرو ايه اللي كان بيميزه في البطوله دي وشفته؟ كان بيتحرك في ال 18 كان عنده التمركزات يا احمد كويسه قوي ثم الزمن اللي هو سرعه رد الفعل فهو كان ما شاء الله
ده هو ضربات جزاء كمان. ما احنا مباراتنا كانت مع الزمالك، هي دي اللي هو اللي جاب المباراه دي، سواء اثناء المباراه او في ضربات الجزاء، هو اللي وصل ان الزمالك يلعب النهائي واحنا نلعب على الثالث والرابع. طمنتنا يا جنرال كده على مستقبل حراسه مرمى الزمالك ومصر كلها.